اللاعبة المغربية المتألقة ابتسام الجريدي ابنة البيت العسكري هدافة للكأس والدوري السعودي. قادت اللاعبة ابتسام الجريدي فريق الأهلي السعودي النسوي لكرة القدم إلى التتويج بكأس الاتحاد السعودي لكرة القدم من خلال الفوز على الشباب ب3 أهداف مقابل هدفين، وافتتحت اللاعبة التهديف في المباراة النهائية بإحرازها الهدف الأول، ثم أضافت بعد ذلك الهدف الثاني، وأحرزت زميلتها كابا نعومي الهدف الثالث ليتوج فريقها بالنسخة الأولى لكأس الاتحاد السعودي. بالإضافة إلى تتويج ابتسام الجريدي بكأس الاتحاد السعودي لكرة القدم، توجت أيضا بلقب هدافة البطولة. اللاعبة المغربية المتألقة والتي برز اسمها رفقة لبؤة الأطلس في مونديال أستراليا ونيوزيلندا.